بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المهندس غازي الرقاد رئيس لجنة بلدية الموقع. يحتفل الأردنيين في 25 من كل سنة في شهر أيار بمناسبة عيد الاستقلال الذي يعد من المناسبات الوطنية والغالية على قلوب كل الأردنيين. بهذه المناسبة نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني أسماءات التهنئة والتبريك، ولسمو ولي عهده الأمير حسين بهذه المناسبة نعمة الأمن والأمان على وطننا المملكة الأردنية الهاشمية. الوفاء للوطن وقائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني واجب علينا جميعا، فرض علينا كل أردني حر شريف أن يصون وأن يحمي مقدرات هذا البلد وإنجازات هذا البلد من ضمن خلال استمرار مسيرة العطاء والبناء على مختلف الصعود، وذلك من خلال حبنا لقيادتنا الهاشمية والحكيمة. التفافنا حول الراية الهاشمية هي أحد ثوابتنا الوطنية، التفافنا حول الراية الهاشمية وتجاوز أي صعوبات تجتاز هذا الوطن، وللوطن تجارب عظيمة وكبيرة، واستطاع بقيادته الهاشمية أن يتجاوز كل الصعاب وكل الحواجز اللي تعرض لها وطننا والمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا عهد وفاء منا إلى قيادتنا الهاشمية. الاستقلال ليس مجرد هو حدث تاريخي، بل هو تجسيد للتضحية، تجسيد مستمر للتضحية والكرامة الوطنية والصمود. الاستقلال هو حلم وتحقيق حلم لكل حر، لكل وطني، تحقيق الحلم الوطني في الحرية والسيادة وتقرير المصير، الأمن والأمان الذي ينعم فيه هذا الوطن به أبناء هذا الوطن، بناء الأردن بحكمة القيادة ووعي الأجهزة الأمنية، الأعين الساهرة على أمن وطننا بشكل عام. فعلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده مزيد من التقدم والازدهار والصحة والعافية، وإلى جميع أبناء بلدنا وأجهزة الأمنية، وعلى العهد إن شاء الله نحن ماضون إن شاء الله.